السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، وجايه لكم بقى النهارده فيديو جديد كده وفيه فكرة جديدة. هي انا عملت معاكم الاكلة دي قبل كده، بس بصراحة اليوم ده احنا كنا حابين يعني ان احنا نخرج برا، وفي نفس الوقت يعني مش جاي معانا برضو ان احنا ناكل من برا او كده. فانا قلت خلاص بقى انا هعمل الاكل في البيت وهقدمه كأننا شارينه من مطعم بالظبط، وهاخده بقى ونخرج ناكل برا وكده ونقعد في مكان يعني نفك عن نفسنا شوية. فاول حاجه بقى كده جبت معاكم بصلايه، حطيت عليها شويه ميه صغيرين خالص عشان تبقى شبه العصير كده، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وما بحطش عليهم اكتر من كده غير رشه جوز الطيب. عملت بقى التتبيله دي كده، وهجيب معاكم الاوراق المخليه، هعمل معاكم حمام كداب. فهجيب معاكم الاوراق المخليه، وهبتدي بقى ان انا اتبلها بالتتبيله دي، وسبتها فيها حوالي ساعتين. المره اللي فاتت لما عملتها كنت سايباها ليلة كاملة، وكان طعمها خرافة يا جماعة، كان طعمها تحفة. كان اللحم بتاعها كده شارب من التتبيلة خالص، وكمان جوسي كده وطري قوي، وكان طعمها حلو قوي. يعني غير الرز والحاجات اللي احنا بنحطه جواه، لا هي كان طعمها علشان انا بيتها في البصل بالفلفل الاسود والملح، كان طعمها خطير خطير خطير. بس كده بقى تبلتها وسبتها على جنب. جبت معاكو حوالي فصين توم كده في معلقة سمنة بلدي، ونزلت بقى بالخضار. انا بحب احشيها بالرز بالخضار، لو حد حابب ان هو يحشيها بالرز والكبد والقوانص يحشيها، بس انا بحب قوي قوي احشيها بالرز بالخضار. فجبت معاكم بسلة وجزر كده، وبدأت بقى اشوحهم في التوم كده والسمنة لحد ما ريحتهم تطلع، ونزلت بالرز بتاعي. انا هسوي الرز ده نص سوا، مش هسويه سوا كامل، ولما اخد منه الجزء اللي انا عايزاه عشان احشي بيه هكمل تسويته علشان ناكله. بس بقى نزلت كده بالرز على الخضار وقلبتهم كده مع بعض، وهجيب بقى معاكم كده المية، وطبعا هنظبط الملح بتاعه، وهحط بقى زي ما بقولكوا كده المعيار يا دوب يا دوب يغطي الرز، عشان انا عايزاه يا دوب يتشرب كده يبقى نص سوا. وكمان جبت معاكم مرق الدجاج، انا مش دايما بحط مرق الدجاج، بس قلت يلا نعزز الطعم اكتر يعني ويبقى الطعم احلى. بس كده زي ما انتم شايفين. جبت بقى فلفل اسود وملح، وهقلب بقى. وهنا زي ما انتم شايفين يا دوب هغطي الرز، يا دوب الرز هيبقى متغطي حاجة بسيطة قوي يعني، زي ما انتم شايفينه كده. هغطي بقى عليه كده وهسيبه يتشرب، واول ما يتشرب هقلبه وهاخد منه بقى الجزء اللي انا عايزاه عشان احشي بيه. لو كنتوا مكاني وشامين ريحة الرز ده كان عامل ازاي، ولا طعمه كان تحفة. طعمه كان بجد تحفة. على فكرة الرز ده ممكن من وجهة نظري يعني انه كمان يتحط مع فراخ مشوية، مع فراخ مشوية هيبقى حلو قوي قوي، طعمه حلو جدا يا جماعة والله. بس كده هنا بقى الفراخ كانت كده اتبلت، هاجي بقى هجيب معاكم ادق البفتيك ده، وهبتدي كده ان انا ادقها علشان افرد اللحم بتاعها. كمان هو بيعمل زي اخرام كده صغيره في اللحم بتاعها، فتحسوا كده ان وهي بتستوي بقى بتتشرب من التتبيله، وبتتشرب كده من الرز، وبتاخد من طعم الرز، فبتبقى طعمها خطير. انا كنت حشيت واحده، ودي كانت التانية. بس للاسف الموبايل هنا كان بيفصل مني كتير، ومش عارفه بصراحه تليفوني حصله ايه. يعني بيبقى مشحون عادي وتمام، وابص الاقيه فصل لوحده وكده، فما كنتش واخده بالي ان التليفون فصل. حتى هحط معاكم الرز وهكون شغاله علشان اقفلها، وبرده التليفون هيفصل تاني، وهلاقي ان هو مش بيصور. فان شاء الله بقى هوديه لحد يشوف كده فيه ايه، علشان بيضيع لي مقاطع كتير بصراحه، ومش هينفع يعني. بس المهم يعني ان انا بحشيه كده، وببتدي ان انا احط الكمية المناسبة، اللي لما الرز يكمل السوا بتاعه، اللي لا قدر الله الفراخ يعني ما تفتحش تمام. بس كده، وبقفله بالخلة العادية اللي هي الستيكس دي، بقفله كويس علشان الرز ما يطلعش منه. جبت بقى معاكم كده معلقة صلصة صغيرة، وحطيت عليها معلقة دبس رمان صغيرة، وهحط معاكم ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة.
هقلب بقى التتبيلة دي كده كويس وهدهن الفراخ بيها. بتدي طعم حلو قوي برضو كده، وبيبقى هي بتبقى ميكس كله على بعضه رهيب كده يا جماعة. فاللي مجربش الأكلة دي بجد يجربها، يعني منه تغيير، وفي نفس الوقت بيكون طعمها حلو جدا جدا. هبتدي بقى أدهن الوش بتاعها وهدخلها الفرن. هي بتاخد في الفرن حوالي ساعة الا ربع ساعة على حسب يعني. المهم بتكون استوت وكل حاجة تمام. وخلاص بقى الرز طبعا بياخد بقى كده من المية كمان اللي بتنزل من الفراخ، وانا بحط لها شوية مية سخنين مع حبهان ولورا وفلفل اسود، فالرز بيطلع مظبوط على الشعرة وبيكون طعمه حلو قوي قوي قوي. بدأت بقى احط معاكم ورق لورا، وهحط كمان دلوقتي حبهان، وهجيب بقى ميه سخنه كده هحط حبه في الجنب، وهحاول كده ان انا اوزعهم في الطاجن بتاعي علشان الفراخ تتشرب كده منها وتبتدي ان هي تستوي. انا طبعا كنت مبهره كل حاجه كويس قوي، فما رضيتش اعمل شوربه كدابه يعني ولا الكلام ده. يعني ما رضيتش احط مرقه، لان انا حاطه مرقه في الرز، فقلت كفايه قوي كده، وانا اصلا مش بحب اكتر منها ومش بحب احطها في الاكل كتير. هدخلها بقى الفرن وتعالوا معايا نشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى جلاش، هجيب كده الجبنه الدومتي الزرقاء دي، هي جبنه طعمها قريب من الجبنة الكريمي القشطة كده، يعني طعمها حلو قوي. فجبت كده معلقتين كده كبار، وهبتدي ان انا احط عليهم زيتون اخضر. هقطع كده الزيتون قطع صغيرة، وكمان هحط عليهم زعتر. وكنت بفكر احط الموتزاريلا من جوه، وبعدين قلت إيه يعني اخليني في الاخر احطها كده على وش الصينيه لما تبتدي تستوي شويه، فتديها طعم حلو، وفي نفس الوقت كده يبقى الشكل كمان حلو. ده زيتون انا كنت مخللاه. الزيتون ده على فكره من قبل ما افتح القناه اصلا وانا مخللاه، وما شاء الله لحد دلوقتي آه، يعني مقرمش كده وطعمه خطير خطير خطير. هبتدي بقى ان انا اقطع الزيتون ده كده مكعبات صغيرة، وهحط زعتر. واصلا بقى الزيتون كمان فيه حبة البركة وفيه كده جزر مبشور وكده، فهو اصلا طعمه خطير، فتخيلوا هيخلي طعم الحشوة دي عامل ازاي. عاملين ايه بقى؟ بدأتوا حاجة تجهزوا حاجة لرمضان ولا لسه؟ انا بدأت الحمد لله، شلت السجاد بس بصراحة ما صورتش معاكم. يعني كنت اتفاجئت ان الدراي جاية تاخده وكده فشلته على طول. فان شاء الله بقى لما هيجي بإذن الله هنروق كده ونفرش مع بعض ونظبط كل حاجة مع بعض كده بإذن الله. بس للأسف بقى عندي إحساس إن الدنيا كلها متكركبة، رغم إن هي الحمد لله رايقة، بس هو فعلا السجاد أول ما بيتشال كده من الأرض ببص بقى أحس كده إن الشقة كلها متكركبة وإن الدنيا مش متظبطة. فيا رب بقى إن شاء الله ما يأخرهوش كده عليا، وأبتدي بقى إن أنا أروق البيت وأفرشه معاكم، ونخلي البيت كده بقى زي الفل لاستقبال رمضان. ربنا يا رب كده يجعله كده شهر الخير علينا. رمضان احلى الشهور، احلى الشهور بالنسبه لي، انا بحب قوي 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 شهر رمضان. فربنا يا رب يبلغنا رمضان لفاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. انا بقى كان عندي هنا لفه جلاش، اخدت نصها وهبتدي بقى ان انا احشيها الحشوه بتاعه الجبنه دي كده. وهاخد في اللفه كده حوالي ورقتين تلاتة، انا هلفها زي رول كده. الورقة دي هنا كانت مقطوعة فكانت مغلباني شوية، فقلت ان انا يعني امسكها بايدي كده واظبطها. حشيت بقى الجبنة كده وابتديت ان انا الفها رول. الصينية دي الاول كنت مطلعاها وبعدين حسيتها هتبقى صغيرة، فروحت جبت الصينية الوسط وحطيتها فيها، وهرجع تاني للصينية الصغيرة. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه.
بصراحة بقى أنا عاتبة عليكم وزعلانة منكم كده، مش مشجعيني أبدا إن أنا أصور في القناة ولا أكمل في القناة. بجد يعني أنا متضايقة قوي، مش حاسة بتشجيع منكم. مش حاسة إن حد بيشجعني كده، ولا إن يعني كومنتات ولا الكلام ده. حتى اللايك تقريبا الناس بتستخسر إن هي تحطه، مع إنه ما بياخدش منك ثانية. فأتمنى يعني إن أي حد يشوف الفيديو بتاعي كده يشجعني، ويشجعني ان انا اقدر ان انا اصور، لان والله هو بجد لود عليا، مش حاجة سهلة يعني انا بعملها. فاتمنى كده منكم التشجيع كده، وبس مش هقول لكم اكتر من كده. انا كل فيديو بطلب منكم التشجيع وبستنى منكم التشجيع، بس بصراحة بزعل منكم كل فيديو اكتر من الفيديو اللي قبله. زي ما انتم شايفين بقى كده هنلف كده الجلاش كله رول، هنحشيه ونلفه رول. وهنا بقى كنت خلاص خلصته. هروح بقى معاكم، جبت الصينيه الصغيره تاني علشان يجي كده جنب بعض، لكن الصينيه الوسط ما كانش مكمل لاخر الصينيه، فقلت خلاص هي دي الصينيه المناسبه. رصيته كده جنب بعض وقسمته بالنص، وهروح بقى اعمل التشريبه بتاعه الجلاش. انتوا لو تاخدوا بالكم انا محطتش سمنه في الرول وانا بلفه خالص. انا جبت هنا نص كوبايه لبن، وهحط عليها بضايه، وهحط لها معلقه سمنه كبيره. وطبعا معلقه السمنه دي لان انا كميه الجلاش معايا مش كبيره يعني. هحط بقى معلقتين سمنه بدي، يعني معلقه سمنه كده حلوه كبيره. وهلاقي نفسي بقى مش عارفه اعمل حاجه اصلا في الكوبايه دي، فهروح اجيب الدورق ده بتاع الهاند بلندر، وهبتدي ان انا اجيب المضرب بتاعي واضربه بيها، علشان اخلي كل المكونات دي كده تدخل مع بعض. وحطيت كمان ملح وفلفل اسود هحطه معاكم. ادي الفلفل الاسود، وادي رشة الملح. بس كده، وخلطت بقى كل المكونات دي كده مع بعض. المضرب ده انا بحبه قوي، وبحب استخدمه في الحاجات اللي انا ببقى عايزه اخلطها جامد، بيبقى حلو قوي بصراحه. بدأت بقى ان انا اشرب الجلاش. مش قادرة اوصف لكم كان طالع مورق ازاي، وكان طعمه تحفة تحفة تحفة. كان طعمه حلو قوي. انا قلت اغير من اللحمة المفرومة والبسطرمة والجبن وكده، واعمله بطريقة جديدة يعني. فبصراحة طلع حلو قوي وعجبنا جدا. هنا بقى كان الجلاش ابتدى ان هو يستوي. هاجي بقى كده على الوش وهحط موتزاريلا، وهحط كمان رشة زعتر. رشة الموتزاريلا دي بجد ادت طعم حلو قوي، وكمان ادت شكل حلو قوي، العين بتاكل قبلنا يعني. كانت حلوة بصراحة، عجبتني. بس كده هنا بقى كان الحمام خلص زي ما انتم شايفينه كده. ما شاء الله حلو جدا، ريحة وطعم وحاجة كده خطيرة. وكمان الجلاش كان طلع معايا، شايفين بقى الجبنة على الوش والزعتر. وبس كده ده كان شكل الاكل بتاعي. حطيت الاكل كأني جايباه من المطعم بالظبط، حطيته في اطباق زي اللي بنجيبها من المطاعم. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم في فيديو جديد على خير. مستنية تشجيعكم، مستنية اللايك بتاعك اللي هيشجعني. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.